رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا وقائدنا ومعلمنا وأسوتنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله. وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من النار. أيها الأحبة الفضلاء، أيتها الوجوه النيرة، يا من لبيتم نداء الله، حياكم الله جميعا. طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم جل وعلا الذي جمعنا في بيت من بيوته على طاعته أن يجمعنا مع سيد الدعاة وإمام النبيين والمرسلين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك ومولاه. الإسلام يوحدنا والفتن تحيط بنا والعراق يجمعنا. هذا هو العنوان للقاء بحضراتكم. فلا يخفى عليكم ما الذي يجري في البلد وما يحق لهذا البلد الشامخ العظيم الذي له فضل علينا. فكم تنفسنا من هوائه، وكم شربنا من مائه، وأكلنا من أرضه. والله جل وعلا يقول إن الله لا يحب الخائنين. إذن من المفترض أن يكون العراق بعد الإسلام عندنا أولا، وهذا هو المبتغى. وصدق من كان قبلي واقفا قبل سنين هنا أتى إلينا ضيفا حينما أبكى الجميع بقوله: أنا العراق، أنا العراق، أنا العراق، ونخلتي الله يرعاها، لا تنحني هامتي إلا لمولاها. كم نبيا على أرض العراق قد مشى، وكم وليا بيمناها ويسراها. هذا علي علت بالله رايته، أما الحسين فبسم الله أرساها. ولوحة العلم النعمان وارثة، وكاظم الغيظ من بالحلم حلاها. وللأخوة في بغداد أمثلة، جسر الأئمة عن عثمان وافاها. وبصرة الفاروق راحة تنشد بلادنا بشرع المصطفى إنا بنيناها. والموصل الحدبة يعلو أنفها بحب الوطن يزهو رباها. هذه جبالي بكردستان تألفني بأنشودة الحب، يا أربيل صبناها. التركمان أبات مثل أخوتهم، والعرب والكرد حب الوطن آخاها. أنا العراق، دوحة الخير لك الله يا عراق. ولسان حالك يقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. الإسلام
حيثك سيسألك الله عنا. العراق يحتاج منا إلى التضحية، إلى لم الشمل، إلى التكاتف، فالأعداء من الخارج والداخل يكيدون به. وما قضية الجندر عنكم ببعيد، وهذه النظرية التي يريد أعداء الإسلام والذين يريدون أن يحققوا قوانين غير القوانين الإلهية. فتعالوا بنا سريعا نقارن بين هذه النظرية وبين آيات القرآن. النظرية في أهم أفكارها أنها أولا تقول عن التنوع الاجتماعي للجنس، وهذه الكلمات والمفردات أرجو أن لا تجتزأ ويؤخذ أو تؤخذ ما في فحوى الخطبة كلها، لأن العراق يستاهل من التنوع الاجتماعي للجنس البشري. والله يقول وليس الذكر كالأنثى، بل أن المرأة العربية بفطرتها أدركت تلك الفروق حينما حكم النبي صلى الله عليه وآله بطلاقها قبل آيات الإيلاء، فقالت يا رسول الله إن لي منه أولاد، إن تركتهم له ضاعوا وإن أخذتهم منه جاعوا. فباتت الفوارق بينة في الاختلافات البيولوجية والسايكولوجية، لا تعني التناحر بين الذكر والأنثى، وهذا منه من نصدق القرآن أم هذه النظرية. ثم الله يقول فطرة الله التي فطر الناس عليها. يا الله لا تبديل لخلق الله. ثانيا سريعا الوظيفة الاجتماعية. يريد الذي وضع هذه النظرية الجندرية يريد أن يلغي وصايا الرجل على المرأة ويغيب شكل العائلة ويغيب شكل المرأة، ويريد العائلة والأسرة تختفي منها مفهوم القوامة. والله يقول الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الأمومة ثالثا عند هذه النظرية خرافة، ورسول الله صلى الله عليه وآله يقول عندما سئل عن البر بالصحبة فقال الرجل من أحق الناس بصحبتي؟ فقال صلى الله عليه وآله أمك. فقال الرجل ثم من؟ قال صلى الله عليه وآله أمك. قال ثم من؟ قال أمك. كررها ثلاثا. قال ثم من؟ قال ثم أمك. هذا هو الدين الإسلامي الذي يكرم المرأة ويعلي من شأنها. الصحة الإنجابية هذه أيضا من أهم النقاط التي يجب أن نقف عليها. يريد إلغاء الإنجاب لما يترتب عليه من إشكالات. والله جل وعلا يقول والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يجحدون يكفرون. هذه الأهم وأهمها الشذوذ والزنا، وهذا والله قد حذر الله جل وعلا منه. إباحة الشذوذ الجنسي، والله يقول ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. والله يقول ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. إذا الدم أن الناس إذا تطهروا تكالب
احذروا يا رعاكم الله، فإن العراق وقبله الإسلام يستحق منا الأرواح. نبهني الله وإياكم من نومة الغافلين، وحشرني الله وإياكم تحت لواء سيد المرسلين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. تعالي. الحمد لله الذي لا تعجزه ظلمات الليالي. الحمد لله الجبار الذي أرسل الجبال العوالي سبحانه من إله يغفر الذنوب ولا يبالي. وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة من عرف ربه وحقق التوحيد واتبع المراد، وهي سنة النبي صلى الله تعالى عليه وآله الذي قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. كتاب الله وسنتي، وفي رواية كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ولا فرق بين ذلك. أيها المؤمنون، إن الله جل وعلا أمرنا بأمر بدأ به بنفسه وثنى بملائكته وثلث بالعالمين من جنه وإنسه، فقال جل جلاله: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض يا رب عن السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، ومنهم سادات ديننا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن السبطين الجليلين المطهرين الحسن والحسين، وبضعة الرسول فاطمة الزهراء البتول، وكذلك الصحابة والقرابة ومن تبعهم إلى يوم الدين. واجعلنا يا رب من الذين جاءوا من بعدهم يقولون: اغفر لنا ولإخواننا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ربنا ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. العراق بيتنا الكبير وبيتنا الصغير تحدث فيه بعض الأفكار التي قد تطرح ويحصل فيها خلاف، وهذا قد حصل، والأمر قد انتهى بمصاب أبي عبد الله. فمن اجتزأ أي شيء وأجج من الفتنة ما أجج مغفور له. أسأل الله أن يغفر وأن لا يعيدها ويكررها، لأنها فتنة، والفتنة لا إله لعن الله من عقبها تحصل بينكم. والعراق بيت كبير، وأقولها وأبين خلاصتها أن الصيام الذي اجتزئ أنه صيام شكر هذه غير حقيقة. فكنا نتكلم في مسألة خاصة في موسى وما عليه من أحداث، كلكم يعلم تسجيل الخطبة المباشرة موجود على صفحة الجوال. ثم هنا ما أريد أن أقوله: من صام عاشوراء أو سيصومه
يكرمونه شكرا أو حبا بنية مقتل سيد شباب أهل الجنة أبي عبد الله الحسين، فليجهز نفسه أن يكون محمد صلى الله عليه وآله خصيمة يوم القيامة. فهذه عبادات. يا رب، يا قريب، يا مجيب، يا عظيم، يا الله اجمع كلمتنا، لا تفرقنا يا رب. ما ذكرت التفرق إلا وذممته. يا رب، يا عظيم، يا كريم، وحد صفنا، لمن شملنا يا رحمن الدنيا والآخرة، يا رحمن الدنيا والآخرة. يا رب اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. يا رب إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم يا رب، اللهم يا رب ول علينا خيارنا يا الله. اللهم يا رب، اللهم يا رب، يا قريب يا مجيب، نستودعك العراق والعراقيين يا من لا تضيع عنده الودائع. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة، اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة. يا رب سحائب رحمتك على من أنشأ هذا المكان وعمل فيه وحرسه ونظفه وسعى إليه بالخير وتبرع إليه يا رب، ومن عمل فيه يا ربي، ومن جاوره ومن سجد فيه فجازيه بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. تصلوا سووا صفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة سنة المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. واعلموا أنكم واقفون بين يدي الله، وأن المصلي يناجي ربه، فلا تنشغلوا عن الله بسواه. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا
الله
اليوم ونستمع إلى هذه الخطبة الرائعة من أخونا الشيخ جزاه الله خير الجزاء في الوحدة والوطنية ورؤية الفتن والابتعاد عن إثارتها في مجتمعنا. أنا اليوم جئت هنا لكي نكرر أننا نريد السلام لهذا البلد، وأننا نريد الاستقرار ونريد سيادة البلد، وألا يكون تابعا لأي دولة أخرى في قراراته التي يتخذها. ولذلك أيها الأخوة، نحن اليوم في مرحلة جديدة بوجود حكومة نحن جزء رئيسي وأساسي منها، واتفقنا على كلنا على نقاط نعتقد ونؤمن أنها تعالج كل مشاكل البلد من 2003 بعد الاحتلال الأمريكي الراشد لهذا البلد. وهذه الورقة، ورقة الاتفاق السياسي، سوف تعالج مسألة المظلومية والسجناء والمهجرين والمغيبين، وتلك الطبقية والفوارق بين مجتمع العراق. ولذلك يجب أن نذهب جميعا في كل لقاءاتنا وخطبنا وكلامنا بكيفية أن نجمع هذا البلد على المحبة وعلى الأخوة، وكلنا نؤمن بالله ربا وبالرسول محمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالقرآن كتابا وبالكعبة قبلة. هذه النقاط الكبيرة التي توحدنا هي الأهم، وما عداها فروع. ولا يوجد مسلم لا يؤمن أن سيدنا الحسين قتل مظلوما وهو يرفع شعارات العدالة في الأمة واللعنة على قاتليه. كلنا نؤمن بذلك. ولذلك ما عداها هي آراء، ولم تتفرق الأمة في تلك الفترة على الأساسيات والأصول في الدين وفي العبادات، وإنما كانت هناك آراء سياسية. من جعل هذه الفوارق تتحول إلى فروق عقائدية؟ هذه أيادي تريد الفتنة بهذه الأمة، وعلينا جميعا أن نبدأ مرحلة جديدة اليوم من أجل وقت الفتن وإطفائها في مكانها إن شاء الله. ما أريد أن أقول اليوم أننا لا نقبل التجاوز على مساجد الله، على بيوت الله. ولذلك إجراءات الحكومة مشكورة، وإجراءات رئيس الوزراء، وكنت متابعا مع الأخ دولة الرئيس إجراءات فورية، ووجه قائد العمليات، واعتقد زار المسجد وزار الشيخ، والحمد لله انتهت إن شاء الله هذه المشكلة ولن تتكرر باتفاق الحكماء من كل الأطراف. أقول بصراحة وبقوة أننا لن نقبل أن يكون هناك تجاوز على أي بيت من بيوت الله أو على مقدساتنا أو على ما نؤمن به في عقيدتنا. ولذلك نريد من الجميع أن يكون الاحترام متبادل وبنفس الدرجة. واليوم وبكل أمانة وفي هذا المكان الطاهر عندنا رئيس وزراء صادر في تطبيق ورقة الاتفاق السياسي، وصادر في إنهاء الطائفية، وعنده إجراءات عملية بهذا الاتجاه. ولذلك نأمل إن شاء الله
أن تكون هذه المرحلة مرحلة بناء الدولة العادلة التي يتساوى فيها أهل البلد في الحقوق والواجبات. ولذلك أنا بينكم اليوم جئت أسلم على أخوتي في هذا المسجد المبارك وعلى أخونا الشيخ، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما فيه خير البلاد والعباد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.